يا ترى هيحصل ايه لو رمينا دم في بحر مفتوح فيه اكتر من 1000 قرش؟ القروش يا جماعه العلماء بيقولوا عليها دكاتره البحر because they actually remove anything that is sick, stop the disease being passed. والقروش بطبعها كائنات فضوليه جدا، بتحب دايما تستكشف الاشياء، فهم بمجرد ما المركب بتاعتك هتوصل هتعمل اصلا بسبب الموتور اسبلاش في الميه، الصوت ده لوحده هيجذب القروش. Because they have very good hearing, they also have a sense which can feel pressure change and vibration. Okay, they have these two things down the side of their body called a lateral line, and this can feel vibrations. احنا هنا يا جماعه في مدينه جده السعوديه، وتحديدا في 1760، المكان الوحيد اللي في الوطن العربي اللي تقدر تعمل فيه تجربه القفص وتشوف القرش عين بعين. People of the age of 80, 90 years old down to children. لان الحياه البحريه عندهم هنا هم دارسينها كويس وعارفين سلوك القرش اللي هنا، لكن تعرف ايه الريحه اللي بجد اللي بينجذبوا ليها؟ The oil will be the most, it's the high calorie content. So obviously what gives them more energy? Oil. فببساطه شديده انت لو جبت دم انسان وحتى بول انسان وحطيت دم سمك وزيت سمك، فاكتر حاجه هينجذب ليها القرش هو زيت السمك، لانه مليان كالوريز وهو دي الحاجه اللي هو متعود يتغذى عليها، وعلى حسب نوع القرش على حسب زيت السمك اللي هينجذب ليه كمان. فاكيد بعد اللي حكيته ده كله مش هجيب دم انسان حقيقي وارميه في الميه وابوظ الحياه البحريه، اكيد ده كان لون احمر.